أعلن محمد العنصر الأمين العام للحركة الشعبية رفضه المشاركة مع أحزاب الكتلة الوطنية في الحكومة المقبلة، وفضل عن ذلك واشترط مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. وأضاف نفس المصدر أن حزب السنبلة لا يرى مصلحة في مشاركة في حكومة بن كيران إذ لم تشارك أحزاب الوفاق الوطني سابقا، وأكد أن الحكومة السابقة نجحت، وبالتالي نفس الحلفاء يجب أن يستمروا في الحكومة المقبلة. وأبرز محمد العنصر أن حزبه أبرز العنصر ضرورة تشكيل حكومة وطنية من أحزاب الكتلة والوفاق نظرا لحساسية المرحلة، وبخصوص الحرب التي شنتها كتائب العدالة والتنمية على الأحرار ورئيسه الجديد عزيز خنوش وانخرط فيها حزب الاستقلال، فإن المصدر نفسه أكد على ضرورة التزام كل الفرقاء السياسيين بالحكمة والرزانة بما تقتضيه مصلحة الوطن وظروفه السياسية.